السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني خواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا إعلان عن مباراة ولوج القوات المسلحة الملكية رتبة جندي 2020 اللي هي الدوزيام كلاس. قبل ما نشوفوا أهم الشروط المطلوبة في هذه المباراة، كنتمنى ديروا اشتراك في القناة وتدعمونا بلايك الفيديو وبارطاج باش يوصلكم كل جديد بخصوص المباريات المقبلة إن شاء الله. بالنسبة المباراة، تم رسميا إعلان عن مباراة ولوج القوات المسلحة الملكية رتبة جندي، حيث تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة فائدة الشباب المغاربة الذكور المتراوحة أعمارهم بين 18 سنة و20 سنة لغاية 1 يناير 2024، والراغبين في الانخراط في صفوف القوات المسلحة الملكية جندي. على الراغبين في الانخراط وجب توفر الشروط المطلوبة كالتالي: التمتع بصحة جسمانية جيدة، وأن يكون المترشح عازبا بدون سوابق عدلية، وأن يكون حاملا البطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية، أن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقاء الأولي، ويتعين على المترشح مستوفين الشروط المذكورة على تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني recrutement.far.ma. بالنسبة للموقع غادي نخليه لكم في لا ديسكريبسيون تحت الفيديو. وبالنسبة وكذلك افتتاح الموقع راه تغطى إن شاء الله غادي تفتح. وبالنسبة لفتح الموقع، راه الموقع ما يتفتح إن شاء الله حتى الغدا يوم الاثنين، وذلك قبل 25 أكتوبر كآخر أجل لقبول الترشيحات. وبالنسبة لتنظيم المباراة، سيتم استدعاء المترشحين الذين تم اختيارهم لاجتياز المباراة في وقت لاحق عبر عناوينهم الإلكترونية الجماعية، وذلك للخضوع للاختبارات الطبية والبدنية والنفسية. يجب على المرشحين اصطحاب لوازم الرياضة إن شاء الله. إلى هنا نكون أنهينا الفيديو، وبالنسبة اللي عنده شي تساؤل يحاولوا يحطوا لنا في التعليق نحاولوا نجاوبوا عليه. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. ما تنساوش ديروا بارطاج باش يوصل لصحابكم اللي مازال ما وصلهمش هذا الاعلان، وديروا اشتراك باش يوصلكم كل جديد بخصوص اي مباراة مقبلة ان شاء الله. والسلام عليكم.